بسم الله الرحمن الرحيم. خلوني أبدأ كلامي بالحمد. الحمد لله، الحمد لله. وأنا عايز أقول لكم على حاجة. من سنتين لما حصل اللي حصل بقيت أقول الأيام اللي جاية هتبقى أيام صعبة يعني، ورد الفعل هيبقى في القطاع في غزة مع أشقائنا الفلسطينيين هيبقى ضخم وهائل. لكن بصراحة كل الدعوات اللي كانت بتطلب إن إحنا أولاً نقبل إن هم يمشوا من القطاع، صعب قوي عليك إنك أنت تلاقي نفسك أحياناً لوحدك وبتفكر لوحدك، وحتى الناس مختلفة يتهجروا ويمشوا ولا ما يتهجروش. أنا بقول لكم الكلام ده بعد ما عدى سنتين، عشان نبقى دايما عارفين إن القرار مسؤولية، القرار مسؤولية. وكل ما المسؤولية تكون كبيرة كل ما القرار يبقى خطير. كنا متأكدين من إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام هتنتهي والمشكلة يبقى لها مخرج يعني ولا إيه. اللي كان بيطمني حاجة واحدة، يا ترى إحنا اللي بنعمله ده في مصلحة السلام، في مصلحة الناس، في مصلحة الفلسطينيين، ولا ضدهم؟ وزي ما قلت كده الحسابات بتبقى دقيقة، لكن قبل كل ده إذا كان ربنا هيساعد ويسند الأمور هتمشي وتعدي. وزي ما انتوا شفتوا اللي حصل في شرم الشيخ ده فضل كبير من ربنا. وأنا لما بقول لكم كده عشان توجهوا الشكر لصاحب الشكر، ولينا الشرف ولينا الفخر إن ربنا هو اللي يساعدنا. عارف لما ربنا يساعدك يعني إيه؟ يعني قضيتك عادلة، مفيش فيها افتراء، مفيش فيها تعدي على حقوق الآخرين. كل سنة وانتم طيبين، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. ودايما يا رب، دايما يا رب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.